أنا قُلت لكم إن المشروب اللي معايا ده من أقوى المشروبات اللي لازم تدخّلوها في روتينكم اليومي الصباحي والمسائي، ما عنديش أنا بس روتين صباحي بس، لأ الصباحي والمسائي، بجد من أفضل المشروبات اللي ممكن تعملوها في حياتكم، وهو سهل وبسيط جدًا. ميكس الجنزبيل مع كركم والبرتقان والليمون من الميكسات الرائعة جدًا اللي فيها مضادات أكسدة كتير جدًا، بتعالج أدوار البرد والتهاب الحلق والزور. وكمان الكركم بيعادل أو بي بيوازن نسبة امتصاص الأنسولين في الدم. طبعًا مهم جدًا إن المكونات تكون كلها فريش، لو مش موجود الكركم الفريش اللي هو موجود معايا دلوقتي اللي أنا باقشره ده، لو مش موجود معاكم الكركم فريش نقدر نستخدم البودر، بس يكون بودر كركم خام ما فيش فيه أي بهارات تانية. الميكس ده من الميكسات الرائعة التحفة السهلة البسيطة السهل الممتنع زي ما بيقولوا. فيها مضادات أكسدة تحفة جدًا، كمان بيعالج التهاب المفاصل، بيدّي باور وطاقة لو أنتم هتشربوه مثلًا قبل التمرين. غير كده كمان بيخسّر الوزن وكمان محيط الخصر وده مهم جدًا، اللي هو المنطقة اللي بتكون مليانة من الدهون، لازم نرُش عليه رشّة من الفلفل الأسمر، دي مهمة جدًا علشان هو بيساعد في امتصاص الكركم بنسبة كبيرة في الجسم. وكمان عايزة أقول لكم إن من أهم الحاجات اللي موجودة في الكركم بيحافظ على نسبة الأنسولين في الدم زي ما أنا قلت لكم. كمان لو انتوا عندكم تكيس مبايض أو أي تعب في البيرود أو الهرمونات المتلخبطة فده بيظبطها وفي وقت ملحوظ جدا. أنا زي ما انتوا شايفينه كده بعصره وبصفيه كويس جدا، ببدأ أحطه كجرعات بسيطة كده بهرمونات وبحتفظ بيه في التلاجة. بصراحة أنا بشربه صبح وليل، باشربه الصبح على غير ريق وباشربه قبل النوم، من الحاجات الكويسة جدًا والتحفة جدًا. وكمان لو بشرتِك من البشرات المتهيجة دائمًا وخصوصًا في فصل الصيف ودايمًا بيطلع فيها حبوب، فده هيعالج معاكِ الموضوع جدًا، وأهم حاجة إن إحنا نعالج من جوّه علشان يخرج برّه. زي ما قُلت لكم من العصاير المفيدة اللي لازم تجربوها بجد. وعايزة أقول لكم إن القشر بعد ما باخلّص القشر بانقعه في محلول خل، وباحتفظ فيه ببطرمان 3 أيام، والمحلول ده باستخدمه في تنضيف البيت واللي هو القشر التاني اللي هو أنا صفيته ده، التفل اللي هو الناعم ده باستخدمه برضه في التنضيف. وأنا كنت نزلت لكم فيديو قبل كده لاستخداماتي للقشور دي، وازاي نضفت بيها البوتاجاز ونضفت بيها الشفاط ونضفت بيها حاجات كتير جدا. ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا العصير ده بجد من الحاجات المهمه اللي لازم تدخلوها في روتينكم اليومي. كنت معاكم انا منى الشناوي، دي قناتي، مع السلامه، باي.